موسم مولاي عبد الله أمغار. الملايين ديال المغاربة كيتجمعوا كل عام. الأغلبية كيشوفوا غير هاد الصورة، الخيل البارود والطورات، ولكن اللي ما كيوريوكش هو داكشي اللي واقع لداخل. عالم آخر مظلم غادي يخليك تشك في أي حاجة كتعرفها. عمرك سولتي راسك شنو كيوقع ملي كيتلاقى التراث مع الجهل والدين مع الخرافة؟ هاد التناقض اللي شفتو هو اللي واقع في واحد من أكبر التجمعات في المغرب. على برا احتفال فولكلور، ولكن في الداخل في الضريح طقوس ديال الشرك والبدع، وناس كتمسح في واحد القبر ديال واحد الميت كيطلبوا منه الشفاء وقضاء الغرض. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا القصة الحقيقية اللي مخبية مورا هذا الموسم. شكون هو مولاي عبد الله أمغار في التاريخ، وكيفاش تحول من عالم ومجاهد الأسطورة كيتعبد فيها في القبر، وشنو هو التفسير العلمي اللي كيخلي بنادم يتيق راسو باللي راه تشافى وبرا في هاد البلايص هادو، والأهم شنو هو الجانب المظلم والكيانات اللي كتستغل الجهل ديال الناس وكتغدى على الطاقة ديالهم. بغيتك دابا تجلس في شي بلاصة كالم وتسمع ليا مزيان وتركز معايا حتى الاخر، حيت هادشي اللي غادي تسمع اليوم وفي هاد الفيديو غادي يبدل لك النظرة ديالك كاملة على هاد الموسم. وما تنساوش تشتركوا في القناة، خليوا لي لايك، وبسم الله على بركة الله نبداو. قبل ما ندخل في داك الغيس وديك الروينه ديال الشرك والشعوذه، خاصنا نرجع شويه للور في التاريخ. شكون هو بصح مولاي عبد الله اللي الناس من كل بلاصه كيحجوا للقبر ديالو؟ واش بصح حتى هو كان كيدير داكشي اللي كيديروا الناس دابا وقال لهم جيو زوروني في قبري مورا ما نموت؟ بزاف ديال الناس كيحسب لهم بلي داك السيد كان مشعوذ او ولا مؤسس ديال شي طائفه غريبه، ولكن الحقيقه العكس تماما. مولاي عبد الله أمغار كان عالم دين كبير ومجاهد. القصة ديالو كترجع لمئات السنين، فاش أسس رباط الطيط في السواحل ديال دكالة. هذا الرباط ما كانش واحد الزاوية ديال الشطيح والرجاح والشمع والشعوذة، ولكن كان واحد القلعة عسكرية وعلمية. السيد كان كيقرر الناس التوحيد وكيجاهد وكيدافع على السواحل ديال المغرب. يعني هاد السيد حياته كاملة دوزا كيحارب في الشرك والجهل وكيعلم الناس يعبدوا الله بوحده، ولكن الموت ديالو غتكون هي البداية ديال واحد الانحراف خطير اللي غادي يقلب الموازين كاملين. مع مرور القرون داك الاحترام اللي كانوا كيكنوا عليه الناس كوالي صالح غادي تحول لتقديس أعمى. الجهل بدا كينتشر والناس بدات كتنسى التعاليم الأصلية ديالو. داك القبر اللي كان خاصو يبقى رمز ديال المقاومة والعلم غادي يولي قبلة لأي واحد كيقلب على الشفاء، الزواج ولا قضاء الغراض، وهذا الشيء كامل من غير الله تعالى. وهنا فين كنطرحوا السؤال اللي كيحمق الراس: كيفاش هاد التقديس تحول هاد الطقوس المرعبه اللي كنشوفوهم اليوم؟ وعلاش الناس مازال كتمشي وكتامن بهذا الشيء في هذا العصر اللي حنا عايشين فيه في 2026، عصر السرعه والتكنولوجيا؟ بنادم مازال ممزوجين عندهم شي ثقاف، العمر اللي ما القرايطين صايك، العمر اللي سوا تعلق لهم ناس فيه، فهمت؟ خور ريحه زوينه. مولاي عبد الله بني مغار. كتكون العاده كما كتشوفوا. غندو الثور دابا، غادي يمشي الثور، الذبيحه لله في سبيل الله. المولاي عبد الله ماشي كاينه شي شعوذه او كاينه شي حاجه، الشعوذه ولا شي حاجه راه ما كايناش. هذا الولي ولي صالح،
مولاي عبد الله بني مغار. حنا كنجيو من العام للعام، كيمشيو القواسم، كيجيو الناس موانين الطير الحر، كيجيو الناس عائلات بولادهم ببناتهم، هنا كيجيو لهذا العدد ديال مولاي عبد الله بني مغار. الحمد لله. انا كل عام كنكون هنايا، كل عام كنكون حضر مولاي عبد الله بني مغار، كل عام كنكون هنايا. انا ثاني بحال المواطنين، فهمتيني. انا هاد الاولياء الصالحين فين ما كان شي ولي صالح كنمشي ليه كنزور. كنحضروا السر ديال الذبيحه. هذيك الذبيحه بقاوت من الجدود ديالنا، ما كاين لا الدول، ما كاين لا شعوذه لا والو. الناس كتجيب الشمع، الناس كاين اللي كيجيب السكر، كاين اللي كيجيب شي حاجه كيهديها لهذاك الولي الصالح صافي، كله كيدير على صحته اللي مريض ولا شي حاجه، حيت بقات هذيك هاد العاده بقات من جد لجد. ما كنعقلوا سواوشنا كنخطبوا كنجيو كان الملوك كيدير راس تحتو، سمعتي كيدير راس تحتو مسكين. إلا ما دار الجيرانة كيمرض بعضامو، كيمرض بحال شحال ما كيمرض، كيمرض ما يبقاش على راسو. واخا يمشي للسبيطار هذاك السبيطار ما كيحملوش، حقيت هذاك اللي فيه مريض مجدوب كما فيه حطوا عودو كله وحالو. وسط هاد الزحام والروينه والاجواء اللي شفتو دابا، الجواب اللي غادي يفك هاد اللغز غادي يصدمك. كاين اللي كيحاول يغطي الشمس بالغربال وكيعطي مبررات لهاد العبث. علم الاجتماع السوسيولوجيا مثلا عنده واحد التفسير غريب لهاد الطائره. بالنسبه لعلماء الاجتماع هاد الطقوس هي مجرد تفريغ نفسي للضغوطات اللي كيعيشها الانسان البسيط. فاش ديك المراه كتدخل للدار تبكي وتشكي وتشعل الشمع وكتبوس القبر ديال داك السيد، هي في الحقيقه كتفرغ واحد الكبت وواحد المشكل اللي ما قادراش تعبر عليه في الواقع ديالها. كيعتبروا هاد الموسم هو المتنفس الوحيد فين هاد الناس كيحسوا باللي كاين اللي كيسمع ليهم واخا يكون ميت. هاد التفسير كيبان بحال شي عذر زوين، ولكن الواقع المرعب اللي كنشوفوه بعينينا كيرفض هاد الهضره تماما، حيت القضيه فايده التفريغ النفسي ليه. فاش كيوصل الامر للذبيحه لغير الله وتمسح بالزليج ديال داك القبر، اولا تاخذ داك التراب وتمشي تستعمله في السحر والشعوذه، هذا ولا شرك وتجاره بالدين والجهل ديال عباد الله. السحارة والمشعوذين كيلقاو في هذا الموسم وخصوصا في هذا الزحام ديال 2026 بيئة مثالية باش يصيدوا الضحايا ديالهم. كيبداو يلعبوا بالعقول ديال دوك الناس البساط باسم البركة ديال داك السيد. وهنا العقل كيحبس الا كان هادشي كامل جهل وخرافة وبدع. علاش كاينين الناس دابا عايشين معانا كيحلفوا لك باللي راه كانوا مرض، وملي جاو للطارح وزاروه وطاحوا وبكاو براو تشافاو؟ واش هادشي بصح ولا كاينه شي خدعه علميه كيلعب عليهم الدماغ ديالهم؟ مورا هاد اللقطات اللي شفتو غادي يجيك العجب. كيفاش واحد مريض كيدخل للضريح كيمسح في واحد الحيط اولا كيبوس واحد القبر وكيخرج فرحان كيضحك كيقول لك الحمد لله بريت وتشافيت وليت بخير وعلى خير. وجاك السيد بصح اللي ميت هذه قرون طويله هو اللي عطاتك البركه وشافاه. العلم والطب في هذه القضيه عندهم جواب قاطع وصادم في نفس الوقت. علم النفس كيسمي هذه الظاهره بتاثير البلاسيبو اولا العلاج بالوهم. الدماغ ديالنا عنده واحد القوه خارقه، فاش الانسان كيتيقن 100% باللي واحد الحاجه غداويه واخا تكون غير تراب اولا واحد الماء اللي عاجي اولا حتى شمعه، الدماغ ديالو غادي يبدا يقول فيه وكيبدا يفرز مواد كيميائيه بحال الاندورفين اللي كتسكن وكتطفي داك الحريق وكتخلي داك المريض يحس بلي راه بصح تعالج ولا بخير وعلى خير. يعني الشفاء راه جا غير من دماغك انت ومن الوهم ديالك ماشي من القبر. وزيد عليها ظاهره خطيره كتهضر عليها السوسيولوجيا وعلم النفس واللي سميتها الهستيريا الجماعيه. ملي كتدخل لواحد البلاصه عامره بالناس كلشي كيبكي وكيشكي
وكاملين دوك الناس كيتسناو شي معجزه طرا ليهم. العقل الباطن ديالك في ذاك الوقت غادي يحبس المنطق وكيولي يقلد لا اراديا داكشي اللي داير به، وهذا الشيء اللي كيفسر ديك الحاله ديال الطيحه والجذبه والناس اللي كطيح وكتغيب. هذا التفسير العلمي كيبين لنا باللي العقل الباطن ديال بنادم قادر يلعب به ويقنعه باي حاجه، خصوصا فاش كيكون الانسان ضعيف ومقهور. ولكن هذا الشيء كامل كيبقى في حدود ما هو طبي وملموس. ولكن هنا فين غادي ندخل للجانب المظلم ديال بصح. الا كان بصح الدماغ كيوهم الناس بالشفاء، شنو واقع في العالم الموازي فاش كيتجمع الشرك والنجاسه والذبيحه لغير الله في بلاصه واحده؟ شنو هي الكيانات اللي كتحضر تما، وكيفاش كتستغل هذا الضعف ديال بنادم باش تدمر حياته بلا ما يعيق؟ كيجيو للشعواده كيسحبوا هذا مولاي عبد الله راه شي غيعطيهم شي حاجه. واكثريا اللي نايضه هنا نايضه اكثر من هذا الموسم. كتشوف هذه الحلقات اللي كتشوف هنايا كاين شي حوايج اكثر من هكا. كون نسمع بعدا لي الدواء فلوس ضروبات شل حوايج. مولاي عبد الله سهل لي، مولاي عبد الله اش كيعطي، مولاي عبد الله ما كيعطيش، مولاي عبد الله ما كيعطيش. مولاي عبد الله كان غير واحد السيد مثقف كان بينه وبين الله، هما واخدين هذيك اللعيبه ديال الشعواده بينهم وبين مولاي عبد الله. راه كاين شارع ديال التبيخه اللي حبت خاطرك، فار الميت فار الحي طب الحيه كلشي كاين، اليتيم كلشي كاين. غير هو هاد الافه ديال بنادم كيجي يتبرك بشي سيد ولا بهذا هادشي راه شرك. هادشي الاخوان راه شرك. كاين الله كندعوه كندبحوا ليه كندروا ليه، الله سبحانه واحد هو اللي كاين. اما باش هادشي خاصو يتحارب وخاصه المجتمع البدني يوعي بنادم شويه، حاجه هادشي راه شرك. الموسم كتعجبنا فيه كلشي الخير كلشي. كنجيو نزورو السيد ضروري كنجيو. واش كتدخل مع السيد؟ البارك وداكشي اللي قسم الله كنديو شميعات ندخلوهم. فاش كنهضروا على الدين القضيه كتولي واضحه وما فيهاش نقاش. هذا الشيء اللي كيوقع في الاضرحه كيتعتبر شرك بالله، وهذا هو اكبر واعظم ذنب. ولكن اللي كيجهلوا بزاف ديال الناس هو اللي واقع في العالم الموازي اللي ما كنشوفوهش. شنو كيوقع فاش كيتجمع هذا الكم الهائل ديال الشرك في بلاصه وحده؟ العلماء والرقاة كيأكدوا باللي هاد البلايص اللي كيكثر فيهم الشرك والذبيحه لغير الله والنجاسه والجهل كتولي عباره على مسكن وبؤره رئيسيه للكيانات الشيطانيه. هاد العمار والشياطين كتغدى حرفيا على ديك الطاقه السلبيه. فاش شي واحد كيمشي يذبح تما ولا يطلب قضاء الغرض من الميت، هو في الحقيقه كيدير واحد النداء وعاد مع كيانات بلا ما يشعر. والصدمه الكبيره هي ان هاد الكيانات فعلا تقدر تلبي الطلب ديال داك الشخص وتقدر توهمه باللي راه برا وتقضى غرضه. علاش؟ باش تزيد تغرقو في الشرك وتخليه تيق بلي داك السيد اللي ميت في داك الضريح هو اللي عطاه البركه وشافاه وخرجوا بخير وعلى خير من تما، وهكا غادي يخسر دينه وعقيدته للابد. موسم مولاي عبد الله مغار بحالو بحال بزاف ديال المواسم في المغرب. الصورة متناقضة، كيبدا بطورات زوين الخيل والبارود اللي كنفتخروا بهم، ولكن كيسالي في ظلمات ديال الشرك واستغلال ضعف وجهل الناس. انا في هذا الفيديو حاولت نحط لكم الصورة كاملة بالجانب المشرق ديالها والجانب المظلم حتى هو اللي قليل اللي كيزعم يهضر عليه. ولكن دابا الكلمه غادي تبقى لكم نتوما. شنو كيبان لكم في هذا الشيء كامل؟ واش نتوما مع الناس اللي كيطالبوا باش توقف هاد الطقوس الشركيه وهدم هاد الاضرحه اللي ولات بؤره ديال الشعوذه،
او لا كيبان لك بلي هادشي حريه شخصيه وتراث وفولكلور خاصنا نحافظوا عليه. خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق لتحت، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وعائلاتكم، وما تنساوش قبل ما تخرجوا من الفيديو اشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد. ودابا غادي نقول لكم نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.